إذا ساد الجهل، أولا إذا ساد الجهل وتسلط إبليس والنفس والهوى. ثالثا واختلط صدق المعصومين بكذب الانتهازيين الشياطين الضالين كأبي الخطاب وزمرته. رابعا وسقط صدق الأئمة عليه السلام بسبب ذلك، يعني اختلط الصدق بالكذب وسقط صدق الأئمة عليه السلام بسبب ذلك. النتيجة فلا نستغرب الانحراف والإطباق على الفساد. وقد أشارت الأخبار إلى ذلك المعنى كما في الرواية 73 في رجال الخوئي الجزء 15 عن ابن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إنا أهل بيت صادقون لا نخلو من كذاب يكذب علينا فيسقط صدقنا بكذبه أو بكذبه علينا، فيسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس. ونأتي بالروايات الشهادات الشرعية تدل على ما يحصل أو تشير إلى ما يحصل. فمن